بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من الدروس المتعلقة بمسائل الطب البديل والمسائل التي كان يستخدمها الحكماء قديما والتي ابتعدنا عنها في زمننا الحاضر هذا، وهي من المسائل النافعة جدا للإنسان في شتى الأزمنة والأمكنة والعصور. فمن هذه المسائل سئلنا عن قضية طرد الحشرات والنمل والحشرات المختلفة من البيت. ما هي المسائل التي تساعد على طرد الحشرات والنمل من البيت؟ في زمننا الحاضر هذا توجد كثير من المبيدات، ولكن كثير من الناس يستخدمون هذه المبيدات، ربما بعضهم يشكو إنها لا تنفع وإنها دون جدوى. فكيف كانوا يطردون الحشرات من البيوت قديما؟ كانوا يستخدمون أوراق الغار، وأوراق الغار موجودة لدى كثير من العشابين والعطارين، فإن هذه أوراق الغار سبحان الله لها خاصية على طرد الحشرات من البيت، ولها خاصية على طرد النمل من البيت. تنبعث منها رائحة لا تشمها إلا هذه الحشرات، وتتقزز منها الحشرات وتخرج من البيت. وهذه أوراق الغار توضع في البيت عند النوافذ وعند مداخل البيت وعند الغيران وعند الشقوق الموجودة في البيت، فإنها تساعد على طرد الحشرات من البيت. وكذلك توضع في أماكن المياه ودورات المياه وما إلى ذلك. وكذلك جرب بعض العرب قديما أنهم كانوا يضعون حبات القهوة عند النوافذ وعند أماكن المياه وأماكن المجاري المائية والشقوق في البيت، ولاحظوا أنها أيضا تطرد الحشرات من البيت. وكانوا يضعون أيضا أوراق النعناع، وكانوا يضعون أيضا قطرات من الليمون الطازج يضعونها في شقوق المنزل وعند النوافذ وعند مداخل البيت. كل هذه المسائل كانوا يستخدمونها وكانوا يجدون بها نفعا عظيما في طرد النمل وطرد الحشرات من البيوت. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع